عايزين تعرفوا ازاي حولت البلكونه دي من كده لكده؟ تابعوا الفيديو للاخر وهتعرفوا انا عملت ايه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى روتين تاني. النهارده هشارك معاكم الغدا بتاعي برضو، بما اني زي ما قلت لكم دايت، فهشارك معاكم وصفه للدايت انا بعملها يعني. وحاجة تانية هشارك معاكم تنظيف البلكونة، عشان البلكونة احنا تقريبا مش بنخشها كتير، بس بننشر فيها الغسيل. لان احنا هنا عندنا شباك، اللي هو الشباك الطويل ده الفرنساوي، بيبقى بيطل اكنه برضو بلكونة. فبنفتح يعني الشباك ده وبس كده. البلكونة بس بنحط فيها الغسيل، بنحط اللي هو اللي بيعلق عليه الغسيل ده ونحط فيها. فهي مطربة يعني ما بنخشهاش كتير فمطربة. فالنهاردة هروقها معاكم. وكمان هوريكم شويه مشتريات كده اشتريتها ليا وكمان للمطبخ، يعني حاجات بسيطه كده صغيره خالص. وهفهمكم حاجه حلوه قوي قوي، تركايه انا بعملها في المشتريات عشان تخليني اشتري مشتريات بسعر اقل. بس كده، يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ويلا بينا نشوف الفيديو هنعمل ايه، مش الفيديو هو اللي هيعمل ايه. اول حاجه البيت زي ما انتم شايفين متروق الى حد ما. دخلت الكرسي ده هناك عشان ليلى بقت تتنطط من مكان لمكان وبتقع. وبتقع من الكرسي يبقوا جنب بعض، بتقع من المكان ده. وكمان شايفين الكرسي عمل ايه من كتر ما هو محطوط جنب الحيطه. مش عارفه هنضفها ازاي، عشان زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، لما بنضف نوع الحيطه ده بيبطع الميه، عشان هو مش اللي هو البلاستيك للاسف. فاتمنى ان احنا نغير البيضه دي خالص لانها مضايقانا. بس زي ما قلت لكم كده، مش عارفه بقى هداري الموضوع ده ازاي، هحاول اداريه يعني. والناس اللي قلت الشباك الفرنساوي مش فاهمين معناه قد ايه لاول مره يشوفونا. الشباك الفرنساوي اللي هو بيبقى عامل كده اكنه زي البلكونه يعني. فاهمين يعني؟ بنفتحه كده ويبقى على طول موجود. وزراعاتي اللي دبلوا للاسف دبلوا خالص زراعاتي بسبب الجو. سيبنا بقى من كل ده. عايزه اوريكم النهارده هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا المطبخ كمان رايق شويه. الحاجات دي غسلتها على ايدي، قلت مفيش داعي ندخلها في غسالة اطباق، فغسلتها على ايدي على طول. يلا بينا نشوف البلكونه. عيني. عايزه اقول لكم ان انا، بصوا البلكونه عامله ازاي. شايفين المنظر؟ شايفين؟ ما بنخشهاش خالص خالص، حتى ساعات بننشر وبنحط في الاوضه الصغيره التانية. فهي عامله بالمنظر البشع ده. بس نقفلها كده. عايزه اقول لكم ان انا عايزه احط ستاره دلوقتي عشان الناس ما تشوفنيش وانا بروق، عشان هم هنا ممكن ما يكونش عندهم ثقافه التصوير، يعني يقولوا ايه اللي بتصور وهي بتعمل البلكونه دي. بس كده هخش ادور تحت الكنب ده بقى على حاجات كده زي ستاره كده، ممكن الزقها كمان بالتاب، اللي هو بالتيب ده، ولا معرفش اسمه التاب، عشان احطها وابدا اروق معاكم. تمام. احلى حاجه في الكنب التركي اللي هو ممكن تعملوه زي صحارات من تحت. اعتقد برضو في مصر في النظام ده دلوقتي، يعني بصوا بيتقفل ويتفتح كده. فهدور بقى في الحاجات دي على ستاير وكده، حاجات فيها ستاير يعني. مش ستاير، حاجات تتلزق كده، اي قماشه اي حاجه. شايفين دول الحاجات اللي هفرشها ان شاء الله في رمضان وكده. دي بتبقى يعني تلبيسات للكراسي دي. تمام. كنت جايبه منها اللون ده، وجايبه منها اللون ده عشان الحاجات الملونه دول. يعني الملون بحط له ملون، والساده بحط له ساده. فما لقيتش بقى ستاير حاجات هنا احطها على البلكونه. هدور في المكان التاني. يلا اقفل. هدور في الكنبه دي. فتحت دي ما لقيتش اي حاجه، لقيت شويه كتب من ايام ما كنت بقرا كتب قبل ما اخلف. شايفين؟ قواعد العشق الأربعون. وايه ده، وفيولا. يعني ايه ده؟ ايه والله كنت ايه. وصور بتاعت فرحنا. دي كانت صور بس طلعت في الطبع وحشة، فحطيتها هنا، يعني فيها زرقان والحاجات دي، طبعا غير الحاجات اللي عندي. وده ايه ده؟ والله بسترجع ذكرياتي معاكم. ايه ده؟ يا سلام. بصوا، تعالوا كده اوريكم. شايفين مذاكرتي وانا بذاكر التركي اول ما جيت هنا؟ شايفين؟ يا سلام عليا. شايفين الخط والنبي؟ شايفين؟ شايفين؟ ده كنت باخد كورس اول ما جيت هنا. بصوا شايفين؟ والنبي والله انا كنت تلميذه نجيبه، انا اصلا خريجه تجاره انجليش. وبتاع، حتى في المحاضرات بتاعتي وكده، فهتلاقوني كنت عامله الحاجات دي لو لقيت بقى المحاضرات بتاعتي هنا. لاني انا خدت كل حاجه من دي في مصر، يعني الحاجات بتاعت المحاضرات في مصر خدتها معايا كنوع من انواع الذكريات. بس سيبنا من ده عشان ما دوخكوش كتير.
ودي حاجات رمضان اللي هنفرشها مع بعض. كنت ماما كانت بعتها لي من مصر هديه. ما علينا عشان ما الوكش عليكم كتير. يلا نقفل ده. هخش بقى ادور في الاوض على حاجه احطها في البلكونه وانا عشان اعرف اصور لكم كده. ولو لقيت ان شاء الله هكمل تصوير الفيديو، وما لو لقيتش ممكن بقى اعملها بالليل عشان ما حدش يشوفني وكده. عشان زي ما قلت لكم ما عندهمش الثقافه بتاعه التصوير دي. هخش بقى اوضه النوم اشوف الستاره دي وارجع لكم تاني. بصوا دورت في اوضه النوم لقيت دي، مش عارفه تنفع ولا لا. بصوا هي بتاع بيضه كده، كانت زي البافته. كانت ستاره يعني، كنا اللي هي الستاره اللي بتخلي الدنيا ما تبانش نهار دي، اللي بتقضي يعني على النور وكده بتاعت النهار عشان لو حد نايم ولا بتاع. اسمها هنا كرانليك، اللي هي ما بتخليش يعني الشمس تخش للأوضة لو حد نايم الصبح. هحاول احطها، هوريكم انا قصدي ايه. هحطها والزقها بتاب كده وما نشوف الخطة هتنفع ولا لا. يلا بينا نجرب. تا 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 تا. وعايزه اقول لكم ان الفكره نجحت. شايفين يعني دايرت حوالي يعني 3/4 كده، بالاساس ان مثلا احط الكاميرا هنا واعرف اصور لكم. بس بصوا طبعا هتشوفوا بقى ازاي هحولها من بلكونه كده ما يعلم بيها الا ربنا، الا بلكونه يعلم بيها ربنا. بجد يعني. بصوا المنظر قلت اوريها لكم اهي. تمام. حطيت بقى الستاره هنا، اللي شافها في الاول اللي شافها من غير ستاره. ودي بقى انا يعني فكره من دماغي كده. خلاص هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هشيل الحاجات دي كلها كده وافضيها ونبدا بقى الترويق مع بعض. بصوا اول حاجه عملتها مليت شويه ميه من دول. خلاص هحطها هنا وهبدا بقى اشيل بعيدا عن الشراب الاصفر اللي انا لابساه ده. بعيدا عنه يعني. هشيل بقى الشوزات دي. الشوزات دي اللي حطيناها هنا دي انا كنت غسلاها ومفروض حطاها هنا عشان تتهوى وكده، فهي وقعت في الارض. خلاص انا كنت لسه غسلاها امبارح يعني. خلاص بس كده اول حاجه هبدا اعملها اشيل الشوزات دي كده. ماشي. بصوا نضيفه اهي، والله كنت لسه غسلاها. نضيفه. مش متوسخه. عايزه اقول لكم ان انا مش من عوايدي بسيب البيت كده يعني. محدش يخش يقول لي انت بتسيبه البلكونه كده انا قلت لكم ما بنستخدمهاش اصلا يعني. بس انا قلت اروقها كده معاكم حيثما يعني يجي لي راحه نفسيه. بس هشيل دول اغسلهم في الغساله. المطبخ هيكركب تاني. بس احط دي هنا. اوه 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 بس. وادخل الكرسي ده جوه مع اخوه. عايزه اقول لكم البتاع ده مش نافع بتوكه ولا باي حاجه. خلاص كده فضيناها. ماشي. بعد كده بقى هحط الميه دي واجيب الشرشوبه عشان امسح. ده اللي انا هستعملها اعتقد مشهوره قوي يعني، اللي هي بتدخلوا فيها دي وتطلع. استنى كده يا ساتر يا رب. اللي هي بتدخلوها وتطلعوها دي وتمسحوا بيها. خلاص هجيب الادوات التانية اللي هي المساحيق بتاعه الغسيل. خلاص ظبطت كل حاجه وحطيت المعطر بتاع البلكونه جوه الميه دي. وهبدا دلوقتي بكب المياه. يلا بسم الله. هبدا بقى كوب ميه واتنين وتلاته وهمسح بالشرشوبه وارجع لكم بعد ما اخلص. شايفين اهو على عينك يا تاجر اهو. يلا بينا. بصوا بس خلاص اول حاجه خلصناها. حطيت الميه زي ما قلت لكم، مسحت بالشرشوبه دي. دلوقتي بقى هجيب اللي هي البتاع اللي بتنشف اللي اسمه ايه ده الميه. وكمان هفتح الشباك. هفتح الشباك حته كده عشان بصوا انا ملزقاها ازاي. بصوا المنظر. بصوا اللي فوق ده كل ده لزق. شايفين؟ ما كنت نسيت. هفتح الشباك كده. بصوا من هنا شويه يدخل هوا كده عشان ينشف ويساعدني يعني وانا بعمل الشرشوبه اللي هتنشف دي، تساعدني معاها الهوا بالمره. خلاص هرجع لكم تاني. دلوقتي بصوا هي نشفت شويه اهي. هجيب بقى حاجه افرشها. هجيب انا عندي البلكونه كليم. خلاص هجيب الكليم ده وافرشه. مش عارفه ليه الكاميرا بتزوم. ما علينا. هجيب الكليم وافرشه في البلكونه واوريكم شكلها هتبقى عامله ازاي. وهو الكليم عندي منه يجي 7-8 اي مكان ما فيهوش بتاع بفرش فيه على طول. خلاص بصوا الهوا اصلا لو شايفين بتاع بتتحرك اهي. شايفين الهوا حلو. هفرش بقى الكليمه هنا. اتفرش. اوبا. هو نضيف. هو كنت غسلاه بس هو موبر. عايزه اقول لكم اصلا في المشتريات اللي اشتريتها عندي جبت مكنه الوبر دي اللي بتشيل الوبر من الحاجات. استنى ايه رايكم كده؟
بصوا والنبي يا سلام، بقت حاجه ألاجة خالص. استنى اشيل البتاعه اللي مش نضيفه دي، احطها هنا. شايفين بقت حاجه ألاجة خالص. عايزه اقول لكم بقى حاجه تانية، تعالوا معايا. انا ما عنديش ترابيزه لسه للبلكونه وكده، بس عايزه اقول لكم ده الحمام الصغير محدش بيستخدمه هنا في تركيا. هو هنا في تركيا بقى في حمامين، حمام ارضي عشان هم هنا بيحبوا الحمامات الارضيه، وفي حمام اللي هو العادي بتاعنا اللي انتوا عارفينه يعني. بصوا في الحمام الارضي بنخزن ايه، بنقفله من تحت بطوب والحاجات دي، وبنخزن الحاجات جواه. فمن ضمن التخزينات بتاعتنا في ترابيزه هناك اهي، هطلعها مفروض وافرشها في البلكونه دي. يعني جات لي الفكره دي، الترابيزه دي اصلا ما كناش بنستعملها خالص، فهطلعها دلوقتي من الحمام ده. ما نسموش حمام، اسمه مكان الخزين، بس هو كان حمام خلاص. بس زي ما قلت لكم بيتقفل بالطوب وبالاسمنت وكده، فما يبقاش اصلا فيه ريحه اي حاجه، يعني اكنه حاجه نظيفه وبنعطرها يوميا وكل حاجه. خلاص مش هطول عليكم عشان انا لكيت كتير، هطلع الترابيزه واجيلكوا تاني. بصوا طلعت الترابيزه اهي، يلا بينا. اوبا، بس هفرشها بقى كده. بصوا انا مش عارفه هفرشها ازاي، لاني هي مش اول مره تقريبا. في البيت القديم كنت فرشاها في حته بس مش بلكونه، يعني كنت حاطاها في مطبخ تقريبا، مش فاكره، ده الكلام ده من 5 سنين. بس مش عارفه هعمل ايه دلوقتي. هحاول افتحها كده، مش عارفه تفتح ازاي. اعتقد بتدوسوا على هنا كده وتفتحوها، بس عشان ماسكه الموبايل بالايد التانية. هحاول افتحها كده وارجع لكم على طول. بصوا لقيت المفرش ده، ولقيت واحد تاني ابيض، بس الابيض قلت هيتبهدل. ممكن نخش بقى نحطه في البتاع ده ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. يا مسهل الحال. قولوا لي بقى، بعرف اصور روتينات ولا لا، ولا خيبه؟ انا ما بعرفش للاسف اصور وانا بروق البيت والحاجات دي خالص. بحس ان انا مش متمكنه في التصوير في الحاجات دي. ببقى عايزه ابقى براحتي، فاهمين؟ بس اهو يعني بنجرب معاكم الاسبوع ده روتينات، لو نفعت نكملها، لو ما نفعتش خلاص. استنوا هحاول بقى افرشه هنا حلو واوريه لكم في الاخر هيبقى عامل ازاي. كده خلاص بقى شكله تمام. عايزه اقول لكم ممكن مثلا اجيب بقى من السوبر ماركت زرع زي ده مثلا احطه في الحتت دي. للاسف دي دبلت بسبب الجو وكده، فممكن اشوف بقى هحط ايه هنا عليه تاني. هخش ادور كده في المطبخ ايه الحاجات اللي ممكن احطها. وعايزه اقول لكم كمان ان انا هحط الكرسيين دول. بصوا هاخد ده وده، هحطهم هنا. هحط مثلا، احط بقى واحد هنا وواحد هنا، ولا احط واحد في الحته دي وواحد في الحته دي. هجرب ونشوف. بصوا ما لقيتش حاجه مناسبه احطها فوق هنا الترابيزه، بس ان شاء الله ممكن اجيب من السوبر ماركت وكده الحاجات اللي بتنزل ديكورات دي. خلاص وهحط الستاند ده هنا جنب العربيه اللي احنا مش بنستعملها دي، عربيه من عربيات ليلى يعني. ودي بتاعت الخيار اللي باظت، اللي هو زرعه الخيار، مش مسيبيها. بقاء لله. بس كده قولوا لي بقى ايه رايكم؟ اتروقت صح؟ بقت احسن من الاول بكتير. المفروض بقى دلوقتي انا هشيل الستاره دي كده. قولوا لي بجد ايه رايكم؟ يعني حلوه كده؟ طبعا تغيير باقل الامكانيات، والترابيزه مش باين عليها اللي هي قديمه صح كده، والكراسي بقى حلوين تمام كده حلو. تا 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 تا. يلا بينا نشيل الستاره دي كده. ودلوقتي بصوا حطيت البطه دي زوم التصوير يعني، بس البلكونه اتحولت من المنظر اللي انتوا شفتوه ده للمنظر ده. ايه رايكم؟ قولوا لي بقى رايكم بجد. والله مبسوطه بنفسي اني عرفت اصور تصوير مش ولا بد، بس حلو يعني. قولي ايه رايكم. دلوقتي خلاص خلصنا موضوع البلكونه، وهنخش دلوقتي على الطبخه مش الطبخه يعني، الاكله يعني اللي انا هعملها النهارده لنفسي وكده. وبجد بجد بجد يا رب تكون البلكونه عجبتكم. قولوا لي في الكومنتات عرفت اعمل حاجه ولا لا. النهارده بقى الاكله بتاعتنا، انتوا هتتعودوا معايا على الاكل بتاع الدايت ده. بعمل حاجات سريعه كده وما بتاخدش وقت مني يعني. خلاص اول حاجه جبت الفراخ دي من الجزار، خليته يقطعها لي كده مكعبات تمام. بعد كده هنحتاج طماطم، وهنحتاج فلفل زي التونه بتاعت الفيديو اللي فات، وهنحتاج العيش ده اللي هو اسمه عيش التورتيلا ده. طبعا عرفتوا الاكله هتبقى ايه صح كده؟ اهي هنحتاج ده، بس ده مفيش اكتر من كده. هعمل بقى الفراخ، وهقطع عليها الطماطم، وهقطع عليها الفلفل، وهحط عليها البهارات زي ما كنت حاطه على البطاطس بتاعت اخر فيديو برضو، وهحطها في عيش التورتيلا ده وعلى التوست عدل. بس كده مفيش اي اختراعات. عايزه اقول لكم عيش التورتيلا بيبقى قليل السعرات الحراريه شويه. وطبعا الفراخ ما بعملهاش بماده دهنيه خالص غير بمعلقه زيت زيتون بس، زيت الزيتون المناسب للاكل، عشان في زيت زيتون تاني غير مناسب للمأكولات السخنه. خلاص بيتحط بس على السلطه. وهقطع عليها الطماطم والفلفل وبس، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
بس كده وهطلع على التوست. لما اخلصها هبقى اوريها لكم على طول. خلاص قطعتها اهي، والتوابل اللي هحطها زي ما قلت لكم امبارح على البطاطس، توابل البطاطس دي تبقى جواها بقى زعتر، ويبقى جواها بابريكا والحاجات دي. يعني لو ما عندكوش التوابل دي كامله كده ممكن تحطوا بقى بابريكا وزعتر وفلفل احمر اللي هو فلفل اسود وملح والحاجات دي، بس انا عندي دي فهحط عليها. وعندي الكاري ده برضو ايه هحط عليها. بس كده يبقى معلقه زيت والتقطيع ده اللي هو صغير ده، وعليه دول والبهارات فقط لا غير. بس كده خلاص الفراخ خلصت الحمد لله. نعمل ايه بقى؟ هنطلع تورتيلتنا. عايزه اقول لكم اصلا ان الدنيا ضلمت. هنطلع تورتيلتنا كده ماشي، وناخد شويه فراخ. مش عارفه املك، مش هقلب على الناحيه التانية. ناخد شويه فراخ. يا دي الواحد من غير تريبودو عامل ايه؟ مش عارف يعمل حاجه. بس ناخد شويه فراخ كده. عملتها عشاني وعشان ليلوش يعني، بس هي هتاكلها مع الرز، هحطها لها على الرز يعني. هي اتغدت طبعا بس ده هيبقى عشاها بقى. يعني كان عندي اكل للغدا ليها وكده. بس كده خلاص هحط الفراخ دي وهحط الجبنه شيدر عليها. هاخد بس قطعتين ولا بتاع وهرولها كده وهشغل التوستر على طول. بس خلاص خلصتها كده. هحط بقى الفيشه. عايزه اقول لكم ان انا هاخد جنبها مخلل، عندي مخلل وكده فهاكل جنبها مخلل. وعندي صودا تركيه، صودا اللي هي من غير، اللي هي مش من زي السيفن والحاجات دي، لا صودا تركيه قبل كده شربتها قلت لكم عليها، اللي هو مشروب صحي وبتاع. بس شغلت التوستر عليها لحد ما تتشوح على الجنبين. وهحضر دلوقتي المخلل وهطلع الصودا من التلاجة وارجع لكم تاني. بس خلاص هي كده خلصت. طلعت شويه جبنه من بره بس مش مهم، هحطها في طبق التقديم. هقطعها اصلا. هو ده المخلل اللي حطيته، ودي الصودا التركيه اللي قلت لكم عليها. بصوا هي كلها معادن بس ما فيهاش سكر، ما فيهاش اي حاجه. كالسيوم، شويه حديد، شويه صوديوم. الصوديوم الكتير طبعا بتجيب املاح، فبلاش صودا يعني صودا فيها نسبه صوديوم عاليه. فسفور، اي حاجات من كده يعني. بصوا هي كلها معادن، هي اصلا صودا معدنيه. بدون، بصوا مكتوب عليها ايه، عايزه اوريكم. مش مكتوب هنا بس هي المفروض تتكتب عليها بدون مياه غازيه. خلاص هي دي اللي بحطها مع الاكل. بس هقطع الشاورما بقى وكده وبس تبقى دي اخر حاجه يعني. خلاص الاكل بتاعي خلص. هخش بقى اكل مع ليلوش جوه، هجيب لها الاكل بتاعها. وكمان عشان اصور لكم فقره المشتريات بعد ما اخلص اكل. انا اكلت خلاص، وقبل ما اصور لكم فيديو المشتريات عايزه اوريكم الدنيا ضلمت ازاي اصلا. يعني انا من الصبح معاكم تقريبا بفكر بقى في البلكونه بعد ما اتروقت كده اصور فيها فيديو انا وحسين لما يجي يشوف البلكونه. بصوا الدنيا عامله ازاي، الجو ضلم ازاي. بس كده يلا بينا على فقرة المشتريات. نيجي بقى لفقرة المشتريات اللي بقالي والله يومين عايزة اخدها من ساعة ما عملت اللي هو الروتين ده. عايزة اخدها ومش عارفة. اول مرة ليلى جت بوظت الدنيا، تاني مرة الجرس رن، تالت مرة معرفش حصل ايه. قلت طب والله ما انا مصورها المرة دي هصورها اليوم اللي وراه. وفعلا دلوقتي بقى نيمت ليلى وقلت افرجكم على فقرة المشتريات دي، واقول لكم كمان التركه اللي انا بعملها عشان اشتري الحاجات بارخص سعر. عايزه اقول لكم انا اشتريت للشتاء ده للبيت يعني ال3 سويت شيرت دول، ده وده وده، هفرجكم عليهم دلوقتي. اول واحد السويت شيرت ده تمام شايفين، وجوه اصلا بصوا من جوه اصلا بولار ازاي وبيدفي. وتاني واحد السويت شيرت ده وبزنط، كلهم من جوه حاجه اسمها بولار دي اللي هي بتدفي في الشتاء. وتالت واحد ده حلوين حلوين يا حسين، عجبوك؟ اصل حسين اللي ماسك الموبايل. ما علينا. عايزه اقول لكم انا بعمل ايه بقى عشان اشتري الحاجات دي بارخص الاسعار. عندنا في تركيا في ابلكيشن اسمه ابلكيشن دولاب، وواحد تاني اسمه جاردروب. الاثنين دول الكلمه صح؟ اتس رايت جاردروب يس. اسمه جاردروب. الاثنين ابلكيشن دول بيبيعوا الحاجات سواء كانت مستعمله او جديده بارخص الاسعار. بمعنى انا بشتري من حد بيبيع حاجات اسمها اهراجات فازلası. يعني ايه اهراجات فازلası بالتركي؟ يعني مثلا زارا صنعت حاجات وصدرتها مثلا لدوله اسمها بنجلاديش، تمام.
فجت الدولة دي خدت مثلا شحنة 6000 سويت شيرت من دول، بس لقيت مثلا ان السويت شيرت ده فيه غلطة في المقاس. يعني مثلا زارا بتصنع المقاسات، مثلا العرض هنا مثلا 55 سنتيمتر لمقاس الاكس لارج. هما جم خدوه قاسوا 6000 سويت شيرت، طلعوا منهم 1000 واحد العرض بتاعهم مش مظبوط، فرجعوهم تاني لتركيا وختموا على الارقام بتاعتهم انها ما ينفعش تتباع تاني في الستور. ففي ناس بتروح تشتريهم من زارا بالكيلو كده وبتبيعهم باسعار بخيسه. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بتتباع في زارا فعلا ب 500 ليره الواحد، بس انا شارياه بس ب 80 ليره. بصوا البراند اهي، ادي زارا شايفين، ادي اهو اهي، ده كمان زارا وده برضه من زارا. التلاتة دول من زارا ب 80 ليرة فقط، الواحد ب 80 ليرة بس، هو يا بلاش يعني. انا يعني المكان ده عرفته منين؟ انا كنت بنزل حاجات لمصر وكده، ف يعني الناس اللي بتطلب مني وكده، فقعدت ابحث وابحث وابحث لحد ما عرفت المكان ده، وبجد روعة روعة روعة. انا اشتريتهم عشان لما خسيت وزني خس، البيجامات بتاعت البيت كبرت عليا قوي، راحت عليا قوي، فكان شكلها فعلا ولا بد. فقلت خلاص هجيب الحاجات دي والبسها على البنطلونات بتاعت عندي بنطلونات كده سبورتيف هلبسها في البيت اللي هي الرياضيه، وقلت البس عليها دول. بس كده دي كانت مشترياتي التلاتة دول، وان شاء الله لو جبت حاجات تانية فيما بعد هبقى اشتركها معاكم. واتمنى الروتين يكون عجبكم والفيديو كله عجبكم، ولو الروتينات بتاعتي بتعجبكم هعمل لكم كتير كتير كتير. شجعوني بقى والنبي 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 عشان القناه ما تقعش تاني، ويا رب تكون فيديوهاتي خفيفه ولطيفه عليكم، واشوفكم فيديو جديد. وباي باي، اعمل زي اليوتيوبرز. يلا باي باي.